السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي المغاربة داخل الوطن وخارجه، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفرحة جديدة وانتصار جديد وانتصارات متواصلة للمنتخب الوطني المغربي. أقل من 17 سنة. برافو للأشبال، برافو للأسود، بالامتياز للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللي بين على القتالية ديالهم، ظهورهم بالوجه الحقيقي أشبال الأطلس بعد فوزهم على كاليدونيا الجديدة بنتيجة كبيرة 16-0 وتأهل إلى الدور 32 وفوزهم على أمريكا بضربات الترجيح. إذا نشوف التشكيلة اللي دخل بها مدرب المنتخب المغربي نبيل بها بنظام 4-1-4-1. في حراسة المرمى دخل شعيب بالعروش، وفي الدفاع دخل بلال سكرات وإلياس الهداوي، وفي الظهير أيمن لعب فيه حمزة بوهدي، وفي الظهير الأيسر لعب فيه في الظهير الأيسر منصف الزكري صاحب الأسيستي للهدف الأول والثاني. وفي خط وسط الدفاعي لعب إلياس السعيدي قدام كل من زكريا الخلفيوي ووليد بن صالح. وفي الأجنحة لعب كل من إسماعيل العود وعبد العالي الدولي. وفي رأس حربة زياد باها صاحب الهدف الأول للمنتخب المغربي. واليوم لفوز المنتخب المغربي على منتخب مالي بالأداء والنتيجة. وما ننسوش أيضا الجمهور اللي دعمهم منذ بداية المباراة، وشفنا الضغط من المنتخب المغربي منذ بداية المباراة والتنظيم على أرضية الملعب اللي جات من الضغط ديالنا، وسجلنا هدف تقدم على منتخب مالي بهدف عن طريق زياد باها في الدقيقة 29. ولكن في الدقائق الأخيرة سجل المنتخب المالي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، سجل علينا بضربة الجزاء. ولكن قبل نهاية الشوط الأول سجل إسماعيل العود هدف الثاني، سجل في وقت بدل ضائع من الشوط الثاني. وصل الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي. وفي الشوط الثاني دخل المنتخب المغربي بنفس الإصرار الشوط الأول، وسجل إسماعيل العود الهدف الثاني في الدقيقة 66 الأخيرة من عمر المباراة. سجل المنتخب المالي الهدف تقليص الفارق ولكن بدون جدوى، الذي أهدى التأهل للعناصر الوطنية. برافو للأشبال المغرب بعد تحقيقهم الفوز وصعودهم إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم 2025 في قطر. وبرافو لأشبال نبيل باها على القتالية ديالهم اللي استحقوا أن يتواجدوا في هذا الدور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.